ابيع اي حاجه لاي حد. في مثل مشهور قوي في البيزنس بيقول it is not valid unless it sells. يعني من الاخر لو ما عرفتش تبيع منتجك فده معناه ان البيزنس بتاعك مش ناجح. انا عمك رائد دكتوراه في القصص والحكايات والروايات، وجاي لك من الزمن البعيد قوي. في الفيديو ده هقول لك على 5 نصايح يخلوك تبيع اي حاجه لاي حد. انك تبيع خدمه او منتج فده من اصعب الحاجات اللي بيواجهها اي شخص في البدايه وهو بيفتح مشروع. فلو بتفكر تفتح مشروعك الخاص فلازم تعرف حاجتين مهمين جدا. اول حاجه انك مضطر تبيع منتجك، لانك لو ما بعتش مش هتكمل. تاني حاجه في الغالب هتلاقي مشكله كبيره جدا وانت بتحاول تحقق النصيحه الاولى. عشان كده انا عمك رائد هقول لك تعمل ايه. في الاول لازم تعرف ان النصائح دي مش موجوده في الكتب، دي نصائح من رواد الاعمال اللي اسسوا مشاريع ونجحوا فعلا. النصائح اللي اقول لك عليها دلوقتي قالها واحد اسمه زين جعفر. ولو ما تعرفش زين جعفر فده راجل اعمال ومستثمر اسس مشروعه الاول وهو عنده 14 سنه بس. وطبعا من اسمه هو مش امريكي بس، اول ما راح امريكا فتح شركه اسمها فانجل. الشركه دي بتقدم خدمات الاعلان عن طريق الموبايل وتحقيق الربح من التطبيقات. تخيل عمل الشركه دي وكبرها وبعد كده باعها لشركه اسمها بلاكستون ب 780 مليون دولار سنه 2019. النهارده بقى انا هقول لك زين جعفر قدر يحقق ازاي مبيعات اول ما اسس شركه فانجل، وازاي خلاها اسرع الشركات نموا في مجال الاعلانات، واللي خلاها في 7 سنين بس تحقق ارباح سنويه اكتر من 400 مليون دولار امريكي. عشان ما اطولش عليك تعال اقول لك عن النصايح اللي عملها وطبقها ونجحت معاه. اول نصيحه بيقولها ابحث عن طريقه تظهر بيها قدام عملائك في المكان اللي بيكونوا متواجدين فيه. فلو عملائك موجودين في مكان معين فلازم تدور على اي طريقه انك تروح تظهر لهم في المكان ده، وده يخليك تدرس العملاء كويس وتعرف بيناموا امتى وبيصحوا امتى وبياكلوا ايه وبيشربوا ايه وبيلبسوا ايه وبيروحوا فين وبيجوا منين. من الاخر لو عرفت تتجسس عليهم اتجسس. تاني نصيحه بطل تتكلم كتير عن منتجك. عارف انك بتحب منتجك قوي واحسن من نفسك كمان، بس صدقني ده مش مهم لعملائك اذا كنت انت بتحب منتجك ولا لا. الحاجه الوحيده اللي نفسهم يسمعوها هي المشاكل اللي بيحلها منتجك والألم اللي هيروح لما يستخدموا منتجك. ثالث نصيحة ابني سكريبت يبيع المنتج، وده معناه انك تحط سكريبت يخلي اي بائع يبيع المنتج لاي عميل، وده انك تدرب البياعين وتدرب نفسك انك ترد على اي سؤال يجي في ذهن العميل على طول. وده اللي عمله زين جعفر وخلى ارباح شركته توصل من 850 الف دولار ل 15 مليون دولار. رابع حاجة طور منتجك باستمرار وخليه يسبق العميل على طول، وده انك تطور منتجك عشان يسبق توقعات العميل، وده هيخلي العملاء يحسوا ان انت مهتم بيهم فعلا. العميل دايما بيحب يحس انك مهتم بيه وقارئ افكاره، ما يعرفش انك بتتجسس عليه اصلا وعارف اخباره وعارف ايه اللي في دماغه. النصيحه الخامسه والاخيره جرب وتعلم، ودي النصيحه بقى اللي عمك رائد دايما بيقول عليها ابدأ ما تخافش. ابدأ عشان لما تبدأ وتورط نفسك غصب عنك هتلاقي نفسك بتحل المشاكل اللي بتقابلك وهتتعلم منها كمان. لو فضلت مستني لحد ما تبقى كل حاجة كاملة مش هتبدأ خالص. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب عشان نكمل ونجيب لك أفكار كتير.